كانت مفتعلة ما بين منو الجوزيه وبعض الصحفيين أثرت شوية على الراجل، على الفريق، على أداء الفريق، على استعداده في هذا اللقاء؟ لا اطلاقا خالص يعني خالص يعني يمكن ما بنتكلمش في الموضوع ده اصلا. موضوع بعيد تماما عن ان احنا نتكلم فيه او اصغر بكثير من ان احنا نتكلم فيه. يعني وبقول يعني انت لو عندك حاجه ما تصلحها وخلاص خلصت. لو انت بتتكلم يعني بشكل فيه تحكم على حد او فيه يعني كشف حاجه عن حد، يعني لو انت الموضوع فيه حاجه انت متاكد منها خلاص. لكن يا جماعه عايزين نبطل بقى قصه ان انت تجرح في حد او تهين حد او تصف حد بحاجات صعبه جدا انها تكون فيه الا بدليل او بحاجه قاطعه. انا ما بتكلمش ده في الرياضه بس، انا بتكلم في مرحله في مصر ككل. يعني ما ينفعش ان احنا بقى نقف عند الحاجات اللي مش عايز اقول الصغيره اللي ممكن تحصل فيها قنبله وان صح التعبير في وقت زي ده هي ممكن تبقى فتنه وتوصل لدرجه الفتنه. مدى رضا منو الجوزيه عن النتيجه والعرض بعد المباراه النهارده؟ قال ايه اللعيبه؟ الحمد لله طبعا على الشوط الثاني، الحمد لله على المكسب زي ما قلت لحضرتك. لكن الشوط الاول زي ما قلت برضه كان متوقع وحذرنا منه، والحمد لله ان الشوط الاول خرج بنتيجه 1-1. واعتقد ان الجول كمان اللي احنا جبناه جول التعادل جه في توقيت مثالي رائع جدا. فرق كبير ان انت تطلع الشوط الاول وانت خسران او انت متعادل. كمان الفرصه اللي بعد الهدف مباشره لمصر المقاصه، يعني في فرق من 2-0 ل 1-0. في حاجات كتير جدا. توقيت الهدف ممكن ساعات كتير جدا جدا بيبقى مهم صحيح بشكل كبير يعني. فالحمد لله طبعا خرجنا الشوط الاول متعادلين، فرق معانا. الشوط الثاني الراجل قال لهم خلاص الموضوع بقى اعتقد ان هو هيتحسن بشكل كبير وهنعمل تغييرات وهنغير في طريقه ادائنا، وحسام غالي هيلعب بوائل الجمعه ونبدا نلعب باربعه ومع فعله بركات اللي انا كمان من اهم مكاسب اللقاء عودته وعوده جيلته كمان للتهديف. يعني اعتقد ان في مكاسب كثيره جدا النهارده، لكن الحمد لله كنا موفقين الشوط الثاني بشكل كبير الحمد لله. كابتن سيد، هل نهائيا مباراه الاسماعيلي في موعدها بدون جمهور في استاد الكليه الحربيه ولا في تغيير ثاني؟ والله انا خايف تقول لي انت تغيير ثاني خلاص. يعني خلاص بقى يعني العجله تمشي، عايزين العجله تمشي، عايزين الدنيا تمشي، عايزين الامور تستقر بقى خلاص. جالكم خطاب رسمي بكده؟ الحمد لله جالنا خطاب رسمي يوم 27. يوم 27 في استاد الكليه الحربيه بدون جمهور. استاد الكليه الحربيه بدون جمهور. طيب هل حضرت اجتماع الالتراس مع الكابتن حسن حمدي والكابتن عمرو فاروق والكابتن خالد مرتجي؟ لا للاسف كنت في دبي وما كنتش موجود يعني. بس ما سمعتوا انه يعني حطوا قاموس جديد للمرحله المقبله، والنهارده شفنا يعني التزام تام، تشجيع طبعا بنلعب من جديد زميلهم محمد مصطفى. لكن طبعا ما نقدرش نستغنى عن جمهورنا، لكن خليني برضه اقول حاجه، وهم على درايه بكده او اللي هقوله ده. يعني هم على درايه بخطوره المرحله اللي احنا فيها وخطوره الوقت اللي احنا فيه. ما فيش مصري موجود على ارض مصر في الوقت الحالي او حتى خارج مصر ما يقدرش يقول المرحله اللي احنا فيها شكلها ازاي. ومش عايز اقسمها بقى، يعني خلينا مش عايز اتكلم في سياسه، لكن مش عايز اسميها تحرير وعباسيه. مش عايز اعملها كده خالص. صحيح. بالعكس، هو ده اللي رايح التحرير ده يهمه ان مصر تبقى كويسه، واللي رايح العباسيه يهمه ان مصر تبقى كويسه. اكيد. فاعتقد ان النهارده يا رب تكون البدايه. تشجيع كان اكثر من رائع ومثالي ورياضي، ومش عايزين ننسى ده كتشويه، مش عايزين ننسى ان احنا الرياضه هي رياضه، ده اول حاجه يعني رياضه اخلاق. دي اول بتساوي جنبها كده يعني. ده اللي اتعلمناه واللي اتربينا عليه. يكسب اللي يكسب ويخسر اللي هنقول له هارد لك في الاخر، لكن في النهايه هي رياضه. يعني انا عمري ما هبقى فرحان لو خدت بطوله العالم او خدت احسن واحد في العالم، واحد مات بسبب مباراه او حصل له حاجه بسبب لقائي. كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي، اشكرك شكرا جزيلا.